أخبار الزمالك، أخبار رياضه المصرية. صباح الفل على كل أصدقائي، صباح النور، صباح الورد على البنور. يوم جديد، يوم سعيد على كل جماهير الكرة المصرية. بحييكم تحية كبيرة، وكرة مع الأسطورة اضرب لك محترم عشان يوصل لك كل جديد. طب إيه الجديد؟ إيه الحكاية؟ إيه الرواية في الساعات القليلة الماضية؟ طلعوا قالوا لك إن نادي الزمالك في جواب من اتحاد الكرة إلى نادي الزمالك عشان مش هيشترك في دوري الأبطال، والأهلي اللي هيشترك. والقصة والجواب طلع في الآخر اتحاد الكرة قال لك ما بعتناش جوابات. طب القصة والحكاية إيه؟ قال لك ما فيش أي كلام، وإن الموضوع ممكن مع نادي الزمالك. خبر من نادي الزمالك أهو ان الموضوع ممتد ان شاء الله الى شهر يونيو. طب ايه الجديد عندك تاني؟ الجديد في بعض الاخبار كده من داخل نادي الزمالك ومن النادي الاهلي. نادي البنك الاهلي خلاص هياخد الزناري بيع نهائي، وطبعا هيخلص مع اللاعب، وفي تفعيل بند الشراء. مصطفى الزناري هيبقى موجود في نادي البنك الاهلي. الجزيري ابتدى يدور برضه على عقد جديد ويمشي عن نادي الزمالك، وشاف ان هو الموسم الماضي ما عملش احسن حاجه وما لعبش كتير، فبقت فرصه بقت صعبه جدا في نادي الزمالك. برضه عمرو عبد المحسن الرئيس التنفيذي لابلكيشن لتطبيق ابلكيشن زملكاوي. الراجل بيقول لك ان احنا هنعلن عن مفاجاه تانية لجمهور الزمالك بعد المفاجاه الاولانيه. في خلال شهر جبنا 35 مليون جنيه وحلينا اول مشكله في ايقاف القيد. اللي احنا المفاجاه الثانيه اللي احنا هيعلنوا عنها برضو ان هم هيحلوا ازمه ايقاف القيد للمره الثانيه لنادي الزمالك، والاعلان خلال ساعات. الحاجه الثالثه او الرابعه من النادي الاهلي. النادي الاهلي هنا بيصطدم بطلبات نادي انبي، وان نادي انبي عاوز يبيع عطاي عبد الله الى النادي الاهلي مقابل 70 مليون جنيه، زائد بعض الامتيازات الاخرى. ان هو في 20 مليون جنيه. طب دول بتوع ايه؟ قال لك يعني ان جابها فاز بافريقيا، فاز بالدوري، يبقى لهم 20 مليون جنيه. ده بالنسبه للاستاذ ايمن الشريعي اللي هو فنان قوي في القصه دي. زائد برضو نسبه اعاده بيع حوالي 20%. الاهلي بيرفض تفريطه في نجم خط الوسط مروان عطيه. مروان عطيه موقف في النادي الاهلي، جاله عرض من احد ال الانديه القطريه لشراء اللاعب مقابل حوالي 2 مليون دولار، وهنا بيرفض النادي الاهلي. برضه نادي سيراميكا كليوباترا خلاص بيخلص وبيفنش مع اللاعب محمد شريف، ومحمد شريف برضه ملقاش فرصه في اللعب في النادي الاهلي، وهيرحل عن النادي الاهلي وخلاص هيلعب في نادي سيراميكا كليوباترا بعد موافقه اللاعب. الاهلي بيحدد هنا يعني سعر اللاعب باسمه رضا سليم. رضا سليم من اللعيبه الحريفه اللي ما خدش فرصته زي تقريبا الكابتن احمد عبد القادر وراح الجيش الملكي. بالمناسبه الجيش الملكي طبعا خرج او خسر نهائي بطوله افريقيا، دوري ابطال افريقيا امام سان داونز على ارضه، وبيحصل على المركز الثاني. النادي الاهلي بيحدد حوالي مليون دولار لبيع اللاعب رضا سليم. رضا سليم اعتقد ان هو لعيب من اللعيبه اللي كانت ممكن تاخد فرصه افضل من كده. في كلام، ودي نهايه حلقتنا النهارده، والكلام مهم جدا جدا. خد بالك من الخبر اللي بيتردد في ساعاتنا القليله الماضيه. خبر بيتكلم على واحد من افضل لاعبي الاهلي الموسم ده. اللاعب ده لولا اهدافه القاتله اللي كان بيجيبها هذا الموسم لكان الاهلي في المركز رابع مركز خامس هذا الموسم. واحد يقول لي مين هو اللاعب ده؟ اللاعب محمود حسن تريزيجيه. محمود حسن تريزيجيه انضم لمنتخبنا الوطني، ادى يعتبر اداء كويس مع النادي الاهلي، هو افضلهم، هو احسنهم. ابتدى يتكلم هو وكيله على الرحيل عن النادي الاهلي. طب ليه يا سيدي؟ ليه يا عم؟ قال لك ان هو النادي الاهلي هيلعب كونفدراليه، وانا شايف نفسي في يعني ممكن ارحل العب في مكان تاني. كونفدراليه ايه حاجات كده يعني. فابتدى يزمزق، ابتدى يتكلم مع وكيله عشان يجيب له عرض في احد الدول الخليج في الفتره القادمه. وهنشوف الدنيا فيها ايه، وهيجي له عرض كبير. لعيب كويس جدا جدا. يعني اعتقد ان ابتدى اللاعب يرحل عن النادي الاهلي بعد بطوله كاس العالم، وهو محمود حسن تريزيجيه. لعيب كويس جدا 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 جدا. فان شاء الله كل التوفيق لكل لاعبتنا المصريين، كل التوفيق للاهلي، كل التوفيق للزمالك، كل التوفيق للاسماعيلي يرجع بقى لسابق عهده، وان شاء الله يلغوا الهبوط ويفضل موجود في الدوري المصري. ونشوف دوري بقى يعني يزودوا عدد الفرق ويفضل الاسماعيلي معانا، وان شاء الله تتحل كل مشاكله وكل الناس تقف معاه، وان شاء الله باذن الله كل حاجه تتحل.
باشكركم دايمًا على الدعم المتواصل، باتمنى لكم يوم سعيد، يوم جميل، اضربوا لايك يا محترم عشان يوصل لك كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.